طلعتنا بعض الصحف في الأيام الأخيرة بأخبار حول تلك التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن خلية مدينة نصر، وخاصة تلك الوثيقة التي أسميت وثيقة الجهاد لفتح مصر، المضبوطة مع خلية مدينة نصر الجهادية في أكتوبر من العام المنصرم، وتضع شعارا للثورة المصرية، شعارا جديدا وهو ثورة عزة وإباء ضد الطاغوت. وتدعو الوثيقة إلى أنها فرصة نادرة للتحرر من القوانين الوضعية والهيمنة الغربية واسترداد الأرض من الصهاينة والنصارى. وتحدد الوثيقة مصادر تمويل شراء الأسلحة، موضحا أن الأموال ستأتي بالتواصل مع الجهاديين في ليبيا والسودان وحماس، كما تتحدث عن اختراق القوات المسلحة وتجنيد عناصر جهادية في صفوفها، ثم استهداف مواقعها بعد إطلاع الجهاديين على صورة منشآت عسكرية تحدد سلفا. والمرحلة التالية هي استهداف الإعلاميين والصحفيين، وحددت أماكن وجودهم حتى تسهل عملية الاغتيال. معنا الأستاذ منتصر زيات، المحامي بالنقد ورئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة. السلام عليكم أستاذ منتصر. وعليكم السلام أستاذ محسن، أهلا وسهلا. الحديث الآن في الشارع يرتبك حول قائمة الاغتيالات التي صدرت وتناولتها بعض الوسائل الإعلامية من استهداف جماعة خلية مدينة نصر، بعض الإعلاميين والسياسيين، وتلك الثورة الجديدة التي يعلنونها ثورة عزة ضد الطاغوت. كان لك تصريحا في بداية القبض على تلك الخلية أنها من سيناريو مباحث أمن الدولة، هل هذا صحيح؟ نعم. اسأل عن التوقيت. وماذا يعني التوقيت؟ توقيت النشر هذه الوثيقة كمان في هذا الوقت الذي يعد البعض فيه ويزيد عن بعد حادث اغتيال شكري بالعيد في تونس. هنا كثير من الكارهين للتيار الإسلامي الباغضين له المناوئين له يريدون نشر هذه المعلومات المغلوطة للربط بين ما جرى في تونس وما يجري في مصر، وتراهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في الحديث العلمي الذي تحدثه الدكتور محمود شعبان، وقالوا أنه يحرض على القتل. وللأسف أن النائب العام استجاب لهذا الابتزاز وأصدر قرارا بضبط الشيخ وإحضاره، رغم أنه أستاذ جامعة الأزهر، ورغم أنه داعية مرموق ومشهور، ورغم أنه له محل إقامة ثابت ومعلوم. يعني الكلام يؤثر، كلام كثير. الإسلاميين هيقتلوا، الإسلاميين هيغتالوا، الإسلاميين هكذا. هذا هو التصوير. في هذا المناخ جاء الإعلان عن هذه ما تسمى زورا وبهتانا بالوثيقة. التوقيت ثم الصحيفة التي نشرت هذه الوثيقة معروف أن لها موقف معادي، وهي من محطات أو منصات إطلاق الأعيرة الثقيلة ضد الإسلاميين والتيار الإسلامي. كل هذا يجعلني أقول أن مباحث أو الأمن، بحث الأمن الوطني أو الأمن الوطني يعرف بحث الدولة سابقا، هو خلف نشر هذه الوثيقة الآن. لكن تلك الخلية أعلن عنها في أكتوبر من العام الماضي، لماذا يعلن عنها الآن تحديدا؟ وهل ترى أن هناك ربطا مهما بين فتوى الدكتور محمود شعبان والأزمة التي أثارتها تلك الفتوى وإعلان قائمة بأسماء
بعض الصحفيين وسياسيين على قائمة الاغتيالات تلك التي عبرت عنها الوثيقة التي قلت عنها؟ هذا كله مكر الليل والنهار، من مكر الليل والنهار. هذا شياطين الإنس يعملون بجد لتخويف الناس ولإرهابهم ولجمعهم. قلت كما أشرت حضرتك يا أستاذ محسن، قلت أنا في سابق أن هذه القضية أصلا كاموفلاج. أجهزة الأمن أو الأمن الوطني وقتها سطرها وألفها ليحوز على رضا الرئيس، ليخوف الرئيس، ليستعيد صلاحياته. هذا الجهاز يريد أن يستعيد صلاحياته وامتيازاته ونفوذه، فيوهم الرئيس أنه مهدد، ويوهم الرئيس أن هناك أجانب وجنسيات مختلطة وهناك أسلحة ومتفجرات، كأن هذا الشخص الذي قتل أو ضبط عنده هذه الأسلحة هو فقط الذي يعود الأسلحة في مصر منذ 25 يناير 2011. قلت هذا الآن السيناريو أيضا يعاد مع التزامن مع ما قيل أنه تحريض من الدكتور محمود شعبان. الرجل كان يتحدث درس ديني وكان يقول ويقرأ من كتاب النووي ولم يحرض وقال غير مرة، لكن البعض يريد أن يستغل المناخ لضرب الإسلاميين، واحنا مقبلين على انتخابات برلمانية في مجلس النواب الجديد. ثالث، إذا أذنت لي يا أستاذ محسن أيضا أن أشير ليتابع معنا المستمع أو المشاهد الكريم إنه هذه القضية فيها 18 متهم مقبوض عليهم، وفي 9 فارين أو لم يتم ضبطهم. ال 18 متهم بينهم أو الأول ال 18 متهم لم يعثر مع أي منهم على هذه الوثيقة. الكشكول الذي يقال أنه وثيقة هو كشكول مكتوب بخط اليد، تم ضبطه في الشقة مدينة نصر التي قتل فيها المدعى كريم، ولم يتم ضبطها او نسخة منها بحيث تكون معدل الاطلاع الغير عليها مع اي من المتهمين، عشان ما نقولش دي وثيقة التنظيم مثلا ونقول دي بتوزع علشان الناس اعضاء التنظيم يقروها ويتقنوها ويشتغلوا على اللي فيها. لا، لم تثبت، بل من ال 18 متهم في 9 معترفين اعترافات فكرية مش اعترافات بأعمال. ال9 دول وجهوا بهذه الوثيقة او بهذا الكشكول، كلهم انكروا صلتهم بهذا الكشكول رغم انهم معترفين في مجال الفكر، وقالوا احنا بنكفر الحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله، وقالوا كلاما فكريا فقهيا كثيرا واستفاضوا تماما، لكنهم عند هذا انكروا صلتهم تماما بهذه الوثيقة، وهم في مقام الاعتراف لا في مقام الانكار. الاهم من هذا كله ان ال 18 متهم بما فيهم ال9 متهمين الكبار او المعترفين قالوا بهم عن مشكاة واحدة انهم ابدا لم يكونوا يعتزموا القيام باي عمليات عدائية داخل مصر، وانهم كانوا يشكلون، بعضهم قال هذا ما يسمى بقاعدة الجهاد لمد حركات المقاومة في غزة وفي سوريا وفي ليبيا بالسلاح وبهذا الدعم. ونقطة الانطلاق ونقطة المكان هذه القاعدة وفي بنغازي في ليبيا. إذا هي قضية الكشكول الذي أعدتها مباحث أمن الدولة. قضية الكشكول ولكن قضية الكشكول تلك والتي أعلن عن قائمة الاغتيالات التي حاوت نحو 100 من الإعلاميين والسياسيين، منهم مجدي الجلاد وإبراهيم عيسى وأسرته وعادل حمودة وأسرته وسمير رجب
لا هو من محبوسين. الفلول وآخرين وشخصيات سياسية، ومنهم يسري فودة ومنى الشاذلي وتوفيق عكاشة ومنهم فتحي سرور وفتحي سرور، ومنهم من هو في السجن، ومنهم أيضا منير فخر عبد النور، ومنهم سياسيين الفريق عبد الفتاح السيسي، وأيضا من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وأعضاء في مجمع البحوث الإسلامية، ومشايخ من الطرق الصوفية. ألست معي أن هذه الوثيقة قد أحدثت ارتباكا بين الجماهير داخل مصر، وليس على الساسة فقط أو الإعلاميين فقط؟ يعني جميل جدا هذا الكلام. للعلم والإحاطة انه هذه لم يعثر في ضمن الوثيقة هذه ما يسمى بالقائمة، قائمة الاغتيالات اطلاقا، ولم يكن في الوثيقة اغتيال قتل فلان وفلان ابدا. كل ما يصار ايضا ما قيل وما تردد انهم عثروا في ذات المكان على صور لبعض هذه الشخصيات، صورهم. إذا قائمة الاغتيالات تلك، وهذا الكشكول قد أعده مباحث أمن الدولة وصحف وبعض الفلول. نعم. أستاذ منتصر الزيات، المحامي بالنقد، رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة، شكرا جزيلا لك.